السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم على العلاقة بين الحما ومرات الابن، والأيام مداولة ويوم لك ويوم عليك، ومسيرك يا مرات الابن تبقي حما. أكيد طبعا مش كل الناس زي بعضها، ومش كل مرات الابن زي بعضهم يعني، ولا الحموات كلهم زي بعض. كل إناء ينضح بما فيه. لما يكون في مرات ابن تعامل حماتها معاملة سيئة، دايما تبص في أكلها وشربها وكده، تلف عليها الأيام وبعد عنكم نظرها يروح، وربنا رزق ابنها بزوجة صالحة، وبعدين ابنها عارف ان هي بتحب اللحوم، فبيوصي مراته ان هي تهتم قوي بأمه، ان هي بعد عنكم مش بتشوف. فالبنت فعلا كانت بتحط لها الاكل، تيجي تقول لها اكلك انا يا ماما، تقول لها لا انا بحب اكل بايدي. هي بتقول لها يعني ان هي تاكلها عشان مش بتشوف، فالست بتقول لها لا انا اللي اكل بايدي. تيجي تاكل ما تلاقيش لحم في الطبق، مع ان مرات ابنها يجي ابنها في عامله ايه يا ماما، تقول له كويس يا ابني بس نفسي قوي اكل لحمه. لا ازاي، ده انا جايب لحمه كتير علشانك انت بالذات. ويزعق لمراته، تقول له والله حط لها اكل، والله حط لها اللحمه وجيت اكلها وما رضتش. فراح مراقب مراته، ويلاقي سبحانك يا رب يوم لك ويوم عليك فعلا. البنت تحط لها الاكل وهي تدخل من هنا المطبخ وغراب يجي من الشباك يروح لقط اللحمة من الطبق ويطير. شو سبحان الله. وابنها شايف المنظر ويستغرب، ويقول يا رب سامحني انا ظلمت مراتي، يا رب سامحني. وراح قال لامه بقى ايه، عملتي ايه يا ماما، كلتي ايه؟ قالت له ابدا يا ابني والله ما لقيت اللحم. قال لها طيب بقى شوفي بقى يا امي، انا شفت كذا كذا كذا، قولي لي بقى ازاي ده بيحصل. راحت الست بكت وقالت له عامل تعمل يا ابني، حصل مني كذا 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 مع جدتك، وهو دلوقتي ربنا بيعاقبني. فليه احنا ما يعني، دي ست حملت ورضعت وربت وكبرت وادتهولك راجل، وانت تستخسري فيها اللقمة اللي ابنها بيأكلها لها. انت مش جايباه من بيت ابوك علشان تمنعيها. وشوفي بقى ربنا شلالك لحد ما بقى عندك ولد وعندك مرة ابن، بس هو ابنك بقى ربنا كرمه بزوجة صالحة، وما عملتش معاك اللي انت عملتيه مع حماتك. فربنا بعتلك برضو، ما تفتكريش ان علشان هي صالحة خلاص، لا، ربنا برضو انتقم منك. فسبحانك يا رب. ربنا هو اللي بياخد الحقوق وبيرجع الحقوق للناس، ودعوة المظلوم ما فيش بينها وبين ربنا حجاب، حتى لو كافر برضو ربنا بيرجع له حقه. ربنا مخلص الحقوق. سبحانك يا رب. أتمنى أننا نشيل البغضاء من قلوبنا. يعني ليه الست ما تعملش مرة ابنها على انها بنتها؟ ليه ما انت لما تعامليها على ان هي بنتك، هي كمان هتريح ابنك علشان راحة ابنك وسعادته. وانت عايزة ايه من الدنيا غير راحة ولادك ان كانت بنتك او ابنك؟ الكلمة الطيبة صدقة. ربنا يهدينا جميعا. ما تنسوش الاشتراك في القناة
وعمل لايك والتعليق بدعوة حلوة، ولكم بالمثل. السلام عليكم ورحمة الله.